قصة تيودور بتبدأ مع شخص واحد واللي هو هانز ويلزدورف، مؤسس شركة رولكس سنة 1926. كان عنده رؤية انه يعمل ساعة فيها نفس الاعتمادية والبرستيج بتوع رولكس، ولكن بسعر اعتمادي اكتر ولجمهور اشمل واوسع. من البداية خالص تيودور ما كانتش كمشروع جانبي، ولكن دي كانت طريقة ويلزدورف انه يقدر يبني براند جديد بيقدم نفس الاعتمادية والدقة اللي موجودين في نفس ساعات رولكس. كتير من موديلات تيودور في الاول كانت شبه متطابقة مع موديلات رولكس. الفرق الوحيد اللي كان بيفرق في الساعتين ما بين بعض من رولكس وتيودور هي المكنه اللي جوه الساعه. يعني بمعنى تاني نقدر نقول براند تيودور هو اخو رولكس او اتبنى على اكتاف رولكس، بس براند تيودور كان هدفه انه يستهدف جمهور جديد ومختلف مع شعبيه اوسع واكتر، وكمان وصول اسهل للبراند بس من غير ما اروح ادفع سعر ساعات رولكس. بس في سؤال مهم هنا بيحضر معانا، ليه ناس بتفضل براند تيودور على رولكس؟ وهنا الموضوع حقيقي بيبقى مثير فعلا. ليه حد يختار براند تيودور عن رولكس؟